السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كاملين بأحسن حال. اليوم جبت لكم مشروع جديد اللي هو أكواب السعادة. هذا المشروع اللي تقدروا تسترزقوا به، خاصة أن التصاور غير التصاور ديالو كيأثيريو، يعني كي تبوستيهم في فيسبوك ديما تشوف ثلاثة الحوايج عولوا عليهم في البروموسيون ديال البرودوي ديالكم. طبعا كاين فيسبوك، كاين انستغرام، وكاين تيك توك حاليا. يعني غير هاد لي ريزو سوسيو راه تقدروا تجيبوا لي كليون بزاف. طبعا شوفوا معايا هاد المشروع هذا دار ضجه اعلاميه عند الكوار. طبعا انا ما بغيتش نخدموا لكم نفس المقادير ديال الكوار، حيت غادي يطلع غالي بزاف وغيتقام عليكم غالي وما غتقدروش تبيعوه بالثمن المناسب وحتى واحد ما غادي يشري عليكم. بينما الا خدمتوه بهذه الطريقه اللي حطيت، هاد الوصفه اللي حطيت، وحاولت نختصرها مزيان ونطلعها واعره ما شاء الله، غادي تقام عليكم لافير رخيصه والثمن غادي تبيعوه حتى نتوما بثمن رخيص. هاد الاكواب السعاده تقدر تبداو تبيعوهم من 18 درهم وانت طالع. تقدر 18 درهم، 20 درهم، 25 درهم على حساب القوام اللي غادي يشرح لكم. كي تزيدوا شويه القوام كتزيدوا في الثمن ابتداء من 18 درهم. حاليا كيتباعوا هاد الاكواب الناس اللي دايرين هنا في المغرب هذا المشروع كيبيعوا كوب ب 40 درهم 30 درهم، غالي شويه صراحه لا، وما غاديش تمشى لهم. يعني ربما يتمشى لهم في الاول، ولكن من بعد غادي تموت عندهم الدعوه، خاصه ان هذا الشيء ديال لي بروجي هكا تيبغي دير ثمن زوين، فهمت، باش كلشي زعما يتقطع عليك. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك، بارطاجيو، وخليو تعليقاتكم كما ديما. شكرا لكم بزاف. نبداو على بركه الله. بسم الله على بركة الله. اول حاجه غنصايبوها هو واحد الكيك شوكولا اللي كيجي رخيص بزاف، فيه بيضه واحده فقط. عندك يعني سيدي 150 غرام ديال السكر سنيده، اي ما يعادل كاس عنبه ردوا معايا البال، وجوج معالق كبار. كاس عنبه وجوج معالق كبار فقط. عندنا واحد 20 غرام ديال بودره الكاكاو حتى 30 على حساب، يعني تقريبا واحد 3 المعالق كبار عامرين ديال بودره الكاكاو. عندنا واحد 140 غرام ديال الدقيق، اي كاس عنبه، وواحد المعلقه، زائد شويه الفاني، وواحد الساشيه ديال الخميره. هذا ما كان. عندنا 120 ملل ديال الحليب و120 ملل ديال الماء. 120 ملل ديال الحليب زائد 120 ملل ديال الماء. هاد الجوج تقريبا يعادلان كاس. شوفوا معايا، كاس قل شويه يعني تقريبا قل واحد الربع تقريبا. واخر مكون راه ما درتوش هنا في الطبله، زدتو في الاخير حيت نسيتو. عندنا 60 ملل ديال الزيت النباتيه، يعني نص ديال كاس عنبه، ماشي النص، ما توصلش كاع النص قل منه غير بشويه صافي. 60 ملل ديال الزيت صافي. هادو هما المكونات ديال الكيك ديالنا. طريقه سهله بزاف. شوف جميع المكونات ديالك في مولينكس: البيض، السكر، الدقيق، الزيت. ما تنساوش الزيت، راه قلت لكم راه غير نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، اما راه مهمه في الا ما درتيهاش البسكويت ديالك غادي يجي يتجبد. من الاحسن دير الزيت ديالك صافي، ودير المكونات كامله في مولينكس. شفتوا السهوله ديال هذا البروجي هذا؟ اي واحد فيكم في الدار راه عنده مولينكس. اللي ما عندوش مولينكس يخوي هادشي كامل في واحد البول ويطربو مزيان بيديه بداك الفويه اولا بيديها اولا باللي كان شي خشبه، مهم طرب مزيان. ها نتوما مباشره شنو كندير؟ كنطحنوه مزيان. ها نتوما كنطحنوه مزيان مباشره. هذا هو الخليط ديالنا. كي طحناه مزيان كنخويه في واحد اللاطه على حسب شنو بغيتو كي نغليظ، بغيتو يكون رقيق. انا بغيتو يجي رقيق، درتو في الطاوه ديال 40 على 30. اللي بغاه يكون غليظ شويه يديرو في الطاوه ديال 30 على 20 صافي. هذا ما كان. هذا هو البسكوي ديالنا، كيعطينا كونتيتي وكيجي واعر بزاف. ندخلوه الفران يطيب 180 درجه الفوق والتحت بلا فرفاره. اللي عنده فران ديال الغاز يدير عافيه مهيله لتحت وعافيه مهيله الفوق، يخليه يطيب واحد 15 دقيقه، راه غيكون طايب في الفران ديال الغاز. الفران تاع الضو واحد 20 دقيقه تقريبا. بالنسبه للكريمه عندنا المكونات التاليه: عندنا واحد نص لتر ديال الحليب، نص لتر حليب فقط. ردوا معايا البال. عندنا واحد 60 غرام ديال الدقيق اولا المايزينا، على حسب شنو عندنا في الكوزينه ديالنا. كاين اللي غيدير الدقيق، كاين اللي غيدير المايزينا. انا هنا درت المايزينا. عندنا واحد بيضه واحده، وعندنا 80 غرام ديال السكر سنيده، اي تقريبا ما يعادل 4 المعالق كبار عامرين ديال السكر سنيده، وواحد المعلقه صغيره ديال الفاني. طبعا راه مخويها فوق السكر الا غتبان لكم. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيب واحد الكاسرونه ياك. غادي ندير اول حاجه الحليب ديالي هو الاول، نضيف عليه المكونات كلهم. عندكم جوج اختيارات: يا تصايبوه كيف الطريقه ديال لا كريم باتيسير
راكم عارفينها. يعني كنديروا غير السكر مع الحليب يطيب، وكنخلطوا البيض مع المايزينا اولا مع الدقيق كيطيب، هذا نخويو فوق هذا ونرجعوا كلشي فوق البوطه ونخلطوهم، نبقاو نخلطوهم حتى يتجمعوا. اولا نديروا هذه الطريقه هذه، ولكن الشرط الوحيد اللي نديروا في هذه الطريقه هذه كي نجمعوا كلشي في الكاسرونه هو اننا يجب اننا نحضيو الكسرونه، ما نبعدوش عليها، حيت كي تبعد عليها ماشي في الاول، خاصه في الاخر كي بدا يتجمع، كي تبعد عليها في ديك اللحظه اللي بدا يتجمع فيها الخليط غادي تحرق لك، غادي تلصق لك الكريمه ديالك من الجناب وغادي تولي تحرق، تولي كحله، اللون ديالها كحله. يعني من الاحسن هكا بقاو حداها وبقى تخلطها غير بشويه بشويه حتى تولي تجمع. كي تولي تجمع غادي تولي تخلطها بالزربه بهذه الطريقه هذه، هي بدات كتجمع، كنبقى نحركها هكا بشويه بالزرب، المهم بالزربه بشويه ماشي مشكل، المهم حركوا، هذا هو المهم، ما تبعدوش عليها. صافي كي تجمع هكا برافو، غادي تطفي عليها هذيك الساعات، غادي تخويها في واحد الجبانيه وغادي تغلفها بواحد السلوفان، تخليها في الثلاجه واحد ساعه المكانه غير تبرد صافي، هذا هو المهم. دخلها للثلاجه تبرد واحد الساعه ساعتين على حسب الثلاجه الجهد ديال الثلاجه ديالك. انا الثلاجه ديالي ساعه تبرد هذه الكريمه هذه، ومن الاحسن تايطاليوها في شي طاوه كبيره شويه باش كي تسرحها في شي بلاصه اللي كبيره كتبرد دغيا، عكس الا درتيه في شي بول قصيره هكا البروديه ما غتدخلش لداخل نتاع الكريمه. كيما كتشوفوا هذا هو البسكوي ديالي، هذا هو الكاس اللي غندير فيه المشروع، هذا هو اللي عليه العمده، هو هذا الكاس. هذا الكاس نتاع 14، كاين تاع 12 وكاين تاع 14، كاين اللي كيخدم ديال 12 كاين اللي كيخدم ديال 14. انا هنا درت ديال 14، عندي القطاعات سواء القطاعات سواء شي جباب اللي يكونوا الجناب ديالهم حاد اولا شي حاجه مهم تكون دائريه اللي نقدروا نقطعوا بها، ماشي بالضروري يكون عندك هاد الدويات هادو. ردوا معايا البال، كنقطع لي بسكوي باحجام مختلفه، كنقطع دوائر باحجام مختلفه، انا كنقطع 3 الاحجام مختلفه على حسب الكاس، حيت الا لاحظتوا الكاس ديالي راه جاي قرخ لتحت وباش ما كيطلع كيغلاض، يعني البسكوي كيتبدل الحجم ديالو، داكشي علاش غنقطعوا ب3 ديال لي سيركل. شفتوا البسكوي ديالي كيجي بحال البراونيز، تيجي خفيف وواعر ومعلك ما شاء الله. شوفوا معايا القطعه الاولى قطعت به، هاي القطعه راه قصيره عليها شويه، والقطعه الاخرى كاع راه قصيره عليهم عاوتاني، فهمت؟ الاحجام 3 الاحجام ديال البسكوي عندنا هنا على حسب غير الكاس، على حسب الشكل تاع الكاس، واللي ما عندوش القطاعات ما عليهش يقطع غير بقطعه واحده ويحاول يدخل لك البسكوي صحه، هذا ما كان. شوفوا معايا هنا العجانه، ماشي بالضروري العجانه، شوفوا معايا مهمه هذه القضيه هذه الكريمه اللي برد، ملي بردات الكريمه ديالنا غادي تشدوها احسن. شوف ما ديروش هاد الطريقه اللي كتشوفوا الفيديو، احسن حاجه شدوا هاد الكريمه هذه، طربوها بوحدها، طربوها مزيان بوحدها بيديكم بالفويي اولا في العجانه. عاد ديك الساعات جيبوا الكريم شونتي بودره، راه كتباع عند مول الحانوت اللي حداك، غتمشي عنده تقول له عطيني واحد الباكيه ديال الكريم شونتي بودره، ها هي غادي نطلعها بوحدها. كيفاش كنطلعوا الكريم شونتي بودره؟ كريم شونتي ديك الباكيه اللي كتباع كنضيفوا عليها 250 مليلتر ديال الحليب، يعني ربع حليب كنطربهم بجوج، وكنميلونجي ديك الساعات هاد الكريمه مع الكريمه اللي غنطربوها. انا هنا درت داكشي دقه واحده، اللي عنده عجانه مجهده يقدر يدير هاد الطريقه هذه، يطرب شويه الكريمه هي الاولى، ما ديروش هاد الطريقه، طربوا الكريمه هي الاولى، عاد ضيفوا جوج مكونات وطربوا مزيان. ملي كتكون العجانه ديالك مجهده راه غادي تطربها وغادي تخرجها واعره، غادي تطلعها مخير. كيما تكونش العجانه واغلب الناس راه ما عندهمش عجانات واعرين، من الاحسن طرب الكريم باتيسير ديالك اللي تيكون بارد، اللي غيكون بارد اصلا، ياك طربوا مزيان وطرب وطلع الكريم شونتي ديالك بوحدو وشدهم بجوج، خلطهم في واحد الباسينه، فهمتي، وخدم بهم. هذه هي لا تكنيك الصحيحه اللي خصك دير نورمالمون، ماشي هاد الطريقه اللي درت انا، درت كلشي في العجانه. انا علاش درت كلشي في العجانه بهذه الطريقه هذه؟ حيت العجانه ديالي مجهده وتقدر تطربهم، ورغم ذلك تطربهم وتطلعهم بخير، فهمت؟ هذا ما كان. هذه نصيحتي لك، الله يرحم الوالدين، اهم حاجه هي هذه، طرب الكريم باتيسير ديالك بوحدو وطرب الكريم شونتي بوحدو. كريم شونتي يطلعوا بالماء بالحليب يا ربي ب 250 غرام ديال الحليب، وهذه هي الريزولطه النهائيه. شوفوا معايا الكريمه كي كتجي مواعره ما شاء الله، وكتجي بيضه بزاف، فهمتوا؟ هذا ما كان. دابا غنشدوا شويه من هذه الكريمه هذه، نتمنى انكم فهمتوني، والله العظيم كنحاول ما امكن تفهموني وتفهموا شنو كنقول. هذا ما كان. كنشدوا شويه ديال ديك الكريمه ديالنا، غادي نديروها نديروا لها شوكولا.
الحجم السعه ديال الشوكولا هنا ما نقدرش نعبر لكم الكونتيتي ديال الشوكولا. ديروا غير شويه ديال الشوكولا نتوما كتحكموا فيها على حساب الكونتيتي ديال يعني على حساب ليتنسيتي يعني القوه ديال الشوكولا في الكريمه ديالكم. انا هنا مثلا درت واحد شويه الكريمه ودرت لها غير 40 غرام ديال الشوكولا ممتازه. شوكولا ردوا معي البال ممتازه، هذه عليها العمد. هذه الشوكولا ممتازه. كي دير شوكولا عاديه راه والله ما تستغلكش هذه اللي قالك الكريمه ديالك بنينه. من الاحسن كري شوكولا بحال اللي كناكلوها بنينه اللي كنتبنوا بها. غادي نجيبوا الكاس ديالنا. اول حاجه غادي نديروا البسكوي. شتو قبيله كنت نقطع لي بسكوي في احجام على حساب هذا البلان. ها انتم البسكوي الصغير كاع الحجم الصغير درتو لتحت طاح ليا في الوسط نيشان. لو كان غليظ خصني ندخلو صحه بيدي نبقى نزيرو حتى نزيرو لتحت. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الدويات معليش زيروه بديك الطريقه راه ما غاديش يشكل فرق. فهمت؟ شوف ما عمركم يعني تعقدوا الامور وبزاف الاسئله راه ما كاينينش. حاول ما امكن تركز في الفيديو وراه غتفهم ساهله مهله. هي الكريمه ديال الشوكولا ديالي اول حاجه هي كنخويها كتجي سبحان الله العظيم. هذه الكريمه بحال لاموس كي كتكبها كتسمع داك الصوت بحال ديال لاموس. شوفوا معايا كنضرب بالكاس مزيان باش يتقاد السطح ديال الشوكولا ديال هذه الكريمه يتقاد مزيان. عاد نضيف عليه البيضه ونفس الطريقه كنضيفوا عليه عاوتاني البسكوي ديالنا اولا لو كيك ديالنا. وحنا غاديين في المونتاج ديالنا بنفس الطريقه. انت غادي نضرب بها نقادو غندير البسكوي عاوتاني كريم شوكولا عاوتاني الكريم فاني وهي غاده بحال ما هكاك. غتقول لي محمد فين اول كريم فاني؟ فين هي الفاني؟ فين درناها في لا كريم باتيسير. بما ان لا كريم باتيسير فاني اذا ما نحتاجوش كاع نضيفوا الفاني من بعد صافي. حيت لا كريم باتيسير فاني كيتخلط بلا كريم شونتيي راه المذاق الفاني اصلا تيبقى في الاصل حيت هو الباز. فهمتوا؟ والشوكولا راه كنضيفوها في الوقيته اللي شفتوا معايا. ها نتوما كنخلطوا مزيان كنعمروا الكاس ديالنا مزيان. ها نتوما البسكوي ديالنا عاوتاني الكريمه وفي الاخر كنفينيوه بهذه الطريقه هذه. كنديروا الكريمه بيضاء ونليستيوه نفينيوه مزيان. والديكوراسيون على حساب كل واحد فيكم. كاين اللي غيرش عليه شويه شوكولا، كاين مثلا اللي غيدير له اللي غيحط عليه شويه ديال مارس كيت كات دوك لي بسكوي هكا شويه اوريو. كل واحد وكيفاش غيديكوري. المهم الباص راكم عارفينو الديكوراسيون على حساب كل واحد. انا ديكوريتو بالبيرد كاكاو. انا هاد التقنيه هذه شوكولا صعيبه بزاف كتدي الوقت. ديكوريتو بالبيرد كاكاو ودرت له هاد لي في هذا نتاع السمايلي بحال اكواب السعاده. شوفوا معايا هذه هي الريزولطه النهائيه. اللوغو ديالك تقدر تلصقوا تما اوتوكولون تلصقوا في جناب بهذيك الطريقه وبريزونتيه في انستغرام والله تتبع لك مزيان. وبيعوا 18 درهم 20 درهم. شوفوا معايا لي تيكستور اللهم بارك. شوفوا معايا الكريمه كي كتجي ما شاء الله. واحد الكريمه واحد لوغو والله ما نقول لكمش اقسم بالله الا احسن مذاق تقدر تاكلو ديال اكواب السعاده هو هذا. غير توكل على الله وجرب ورد عليا الخبار. نتمنى ان الفيديو يعجبكم. ما تنساوش لايك بارطاجيو وخليو تعليقاتكم كما ديما. شكرا لكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله.